السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الهواة، حياكم الله وبياكم، واسعد الله قلوبكم بالإيمان وطاعة الرحمن ورضا الوالدين يا رب العالمين، اللهم آمين. اخواني، احب اكلمكم اليوم في بعض النقاط اللي تشغل تفكيرك وتخليك هاوي تتفكر وتتأمل وتتدبر وتفهم قصة الحمام الباكستاني. أول نقطة عليك تفهم أن الطير الباكستاني مش طير فطرة، طير مركب من سلوكيات طيور عدة. بمعنى أن الطير الباكستاني مش نفس مثلا تاخذ زاجل تزاوجه، عندك 2 طيور زاجل أنثى وذكر، تاخذ فرخهم تقطه من مسافة يرجع البيت. ما في طيور زاجل ما تقطها برا وترجع البيت، تقطها من مسافات وترجع البيت. ليه؟ هذه فطرة. يعني ممكن الزاجل نسبة انه ما يرجع البيت، يعني انه ما يرجع البيت من مثلا فطرة ناقصة فيه، نسبته ممكن 5%. الآن لو دققنا في الباكستاني، لو خدت من أفضل الطيور وزاوجتهم، ممكن فرخ يطير ما يصعد أبدا للبند، يقعد يحوم ويحل مجرد نص ساعة ويرجع للأقفاص. هذه ايش معناها؟ تعني لك من وين جاب هذا السلوك. والحمام الباكستاني نسبة جودته من الجوز المثالي أقل من 40%، أقل من 40%. يعني نسبة الجودة ممكن يطلع فرخ قنبلة، ممكن فرخ تحمل مثله، لكن مو كل فروخه راح تطلع مشابهة مثل أدائه، حتى لو الطيور كانت من أستاذ، وحتى لو الطيور كانت أصيلة. ولذلك أنت لما تشوف هذه الطيور تضعف، عندك مفهوم بسيط، على طول تروح حق أستاذ ثاني تاخذ منه حمام عشان تمكس عشان تطير. هنا أنت ضيعت الكاركتر تبع الأستاذ الأول، وجبت كاركتريز، يعني جبت شخصيتين، استاذ له مفاهيم في طيوره واستاذ له مفاهيم، ودمجتهم لنفسك وطلعت لك خط ثالث انت. لكن انت عليمي وجاهل ما تفهم ان الخط الثالث هذا هو خط لك انت تشوف ان الطيور هذه طارت، لكن ما تاخذ من هذه الطيور اللي مكستها بعد فتره من استاذيتك او من حرفتك في الطير الباكستاني، ما تاخذ هذه الطيور وتسوي لها مسمى مثلا. لا، لانك جاهل، ما تفهم انك انت في الطير الباكستاني انه طير مركب. ولذلك انا اشرح لك الفرق بين طير في فطرة وبين طير ما في فطرة. الطير اللي ما في فطرة تلقى بعض عياله يعني نسبة نجاحك معاه 40%، يمكن يطلع من فروخه، يعني من كل 10 ولا من 11 4 فروخ مسكتين بمستواه او احسن من مستواه. ممكن يطلع احسن من مستواه، يعني فرضية هاي، وممكن ما يطلع احسن من مستواه مساويه، او يمكن يطلع عرضه منه، لكن في مجال انك تقول طير مميز. فكل القياسات هذه تثبت لك ان هذا الطير مركب على يد استاذ معين. انت اذا همشت الاساتذه وسويت نفسك انك انت تبني حمام من نفسك، عليك انك تجد للحمام اللي تبنيه اسم وشكل مميز موحد، لانك اصبحت استاذ. ما دام اصبحت استاذ بدون استاذ، او كان عندك استاذ وتخليت عن استاذيته، فأنت لازم تكون عندك حمام له شكل معين. ما عندك شكل معين، أنت مش أستاذ في الحمام، أنت أستاذ في التعاملات.
مثل ما ذكرت لكم في الموضوع السابق، وهذا الموضوع لازم الهاوي يركز فيه، لازم يركز فيه، لأن هاي شيء مهم. يعني أنت كهاوي تبي تاخذ حمامة، من وين تاخذها؟ من واحد قاعد يهايط ويطلع لك طير طويل وطير قصير وطير شكل أسود وطير شكل لاكا وطير شكل أحمر هذا قاعد يلعب بالحمام فقط لا غير ويهذر بدون مفاهيم. هو يبي يفوز. ليش يبي يفوز؟ عشان تقول ان استاذ حاط له كاس، حاط له 15 كاس. شو هذا قاعد يفوز بالتعامل مش بالحمامه. انت شفت حمامه قاعد يتوزع، ولا حد ياخذ من عنده حمام، ولا حد يشتري منه حمام، ولا حد ان مبالي في الحمام؟ مبالين في المبالاه كلها تجي بالنفاذ، ان حمامته نزلت الساعه ما ادري كم. بتقولوا لي مثلا اي يعني هاي نزل الحمام الساعه. ايوه، مش بجهد التعامل، مش بجهد جوده الحمامه. جوده الحمامه لا ولا شيء، هو مش فاهم شيء، هو قاعد يخلط. بتقول لا، ما دام خلط اكيد فاهم. يا اخي الحين لو انت في سطحك جبت حمامه من السوق وجبت حمامه من شخص وما شاء الله فجرا طيور طير، الحين انت ايش سويت؟ انت جايب هذا الحمام من وين جبته؟ ليش في اسم؟ ليش الحمام اللي انت خدته لها اسم؟ من وين؟ شلون دمه ركب على بعض وطار صدفه؟ خدت من طير مثلا في السوق ما له هويه، وطير له هويه من عند صاحبك، وطيرت وطار. هاي صدفه، انت حصلت عندك هاي صدفه، وقاعد تشوف يطيرون. وكل واحد الحين انا لو كنت هاوي عادي واشوف الحمامه تطير، هاوي حمام صرت اروح اشتري حمام باكستاني من السوق والقط. طيب قاعد اشوف الحمامه تطير بالساعات، ما اعرف انها هاي جوده، ما اعرف انها هاي زينه. اكيد انا هاوي ما عندي خبره في الجور والمور، الشونش، العين، المنقار، ما عندي فكره في العين، ما عندي في الريشه، ما افتكر هاي اسمها ايش وهذه لونها ايش. انا ما عندي مشكله هاي، انا عندي مشكله بس اشوف الحمامه تطير وتأدي واقول هذه حمامه زينه. اذا استاذ اذا اصبح مثلك، صار مثل الاعلامي اللي ياخذ من السوق بالصدفه ويشوفه نفس التعامل. اللهم اذا كان هذا الشخص الاعلامي اللي خذ الحمام من السوق ومن صاحبه وطلع هذا وفاز وخذ تعاملات من عند الاستاذ، نفس الشيء الاستاذ ما يستوي استاذ الا من استاذه، ياخذ تعاملات من استاذه. نفس الفكره. ترى انا الحين كلامي ومنطقي، يعني المنطق اللي انا اتكلم فيه، المنطق تبحث عن شلون تصنع حمام، شلون تفهم ان الحمام جيد وصاحبه جيد. ما يصير كل واحد انت تبي حمام مجهول، ومن المجهول تبي تطلع شيء جيد، وهذا المجهول اللي بتطلعه ما له هويه وما له اسم، ولا ما حد غيرك يعرف له. اذا الحمامه ما حد يعرف قوتها وعطائها غيرك، هذه مش حمامة استاذ، هذه حمامة شخصية من تعامل. اما حمامتك لها اسم وذكر وتنتقل من بيت لبيت فيها جودة، هذه حمامة استاذ. هذه واضحات ما توضح، هذه واضحات لكل واحد له عقل. يعني الانسان عشان يصير استاذ لازم يحرك عقله، مش لازم بس كله قاعد في الشمس ويطير ويشوف الحمامه اللي ايش ضيع الايرانيين في الحمام الايراني؟ ضيعهم انهم يقعدون بس يكشون مليون حمامه، يشوفون اللي تروح فتنقط فوق، يشوف فتنقط فوق، بعدين يوالف ذكر راح فوق خشه قصه وحط له انثى تروح فوق وتطير بالساعات، ويلا. وهالجوز ممكن يطلع مثله ولا اشباه جدوده، وممكن يطلع 4% زين و4%. نفس قصة الهاوي اللي ياخذ من السوق والهاوي التعاملات. نفس الشيء الحمام الإيراني في الحضيض، لا حمام جيد ولا استاذ جيد في مفاهيم الحمام اللي يستحق المنافسة، اللي يعمل معاه منافسة. طير مال جو، طير مال هواء، طير بارد،
طير يطير ممكن بمزاجه لين الساعة 6، ممكن طير مش مال بند قوي، طير لا يمكن تشوف وضوح الرؤية عنده، لا يمكن تشوف، انت عين الطير كاملة جاحظة تشوف معالمها داخل. هذه طيور البند. هذه الطيور ما جات عبث، ما جاء واحد جابها من سوق. ممكن في البداية يجيبها من سوق، يعني احنا في البداية الحمام يجي ما له تشكيل، لكن لما يشكل جيل بعد جيل، زمن بعد زمن، يتحول الحمام إلى طاقات وإلى سلوكيات. الجيل اللي أسبق ما كان عنده الطير المثالي اللي الحين موجود. لا تقول لي طير قديم وطير ما أدري إيش، هذا كلها أمور تكهنات وتججيمية ما تفيدك. الطير القديم ما يفيدك. الطير القديم أنت لازم كهاوي مميز افهم. الطير القديم اللي يقصون عليك فيه هذا يسوي دروب في حمامك، لأن الطير القديم ما تطور. لأن ليش ما تطور؟ أنتم لازم تفهمون كلمة مركب. مثل ما ضربت لكم مثال عن الزاجل لو تقطه 2% 4% ممكن ما يجي. ليش؟ يمكن في حاجة خلل مرض، لكن فطرته يرجع البيت. لكن الطير الباكستاني مش فطرته البند. انت لازم تفهم من وين ياب الفطرة اللي ما يروح فيها البند. من الطير القديم مش من الطير الجديد. وانت كيف تفهم ان طيورك قاعدة تنزل؟ لانها ترد على الاصل، ترد على الطير القديم. كل ما صار الطير قديم صار اسوأ. بالعكس، هاي كلام كله فاضي. الطير القديم من عند الاستاذ الجدير. الطير القديم عند الاستاذ الجدير اللي كان يطير ويفوز فيه وبشكل معين وبمسمى معين. فلما الاساتذه طيروا حمامهم وثبتوا عليهم المسميات، في طيور ثبتت عليها المسميات فاصبحت شو، لان ما عندهم مساحه. شكل اكرر الكلام حتى تفهمونه ويرسخ في عقلكم. الهاوي الباكستاني اغلق على نفسه بالمسمى. احمد تقول لي مثلا ليش عيل احنا نحط مسمى؟ لا، الفكره مو بهالشكل. لو هذا ما طلع الحمامه بهالمسمى انت ما استفدت، لان هاي الحمامه اللي طلعها بمسمى على شكل معين هي فادت اللي جو بعد، هي فادتهم من جيل لجيل. هذه الحمامه تفيدك انك ما تنزلها للمستوى اللي هي فيها، تغيرها. زين، الحين انت لما تقول لي مثلا استاذ انت الحين متناقض، مثلا انت تقول الحين لازم انا ابدل. ايوه تبدل وتشكل، مش تبدل وتشوف الطيران وبعدين تخلي حمامك في المجهول. لا، تخلي حمامك متشابه في الكاريزما، تخلي حمامك واحد في وقفته، في نظرته، في مواريه. الواحد يمسك يقول هاي طيور الاستاذ الفلاني. ليش يقولون عنها طيور الاستاذ الفلاني؟ لانك غيرت. انا مع التغيير، انا مع انك تكرس وتهجن وفي النهايه تطلع لك اسم. انت استاذك له اسم، خلاص ما تحتاج الاسم، انت عند استاذك اسم، خلاص طيور استاذك معروفه، ايش نوعها وايش هذه، خلاص انت مآمن بهالطيور. ما يصير تروح في السوق تجيب حمام ينزل طيورك للادنى. فهذه نقاط مهمه، واللبيب تكفيه الاشاره. يعني الانسان العاقل يفهم هالامور اصلا دايركت، ما يحتاج. انا الحين صار لي يمكن 2 وانا اتكلم عن التدوير، ما حد فاهم شنو معنات التدوير اصلا. التدوير هي حمامه تشكل، انت تشكلها بشكل معين ويستوي لها اكثر من خط، اكثر من شكل، لكن هي نفس الحمامه، نفس الكاريزما، نفس القوه، نفس الجور، نفس العين، يعني حتى لو تختلفت في النقش فيها اشياء متشابهه، تحس ان هذه توأمه في الحمام. كل الحمام واحد، كل اجورهم واحده، مناقيرهم باسلوب معين، انت تفهم ان هذه اشباه لطيور الاستاذ الفلاني. هذا اللي اقصده. وعندك مساحه انه يطلع من حمامك تشينا، يطلع من حمامك طير ازرق، يطلع من حمامك كأن فرسبوري، يطلع من حمامك كأن رامبوري، يطلع. هاي كلها بتلقاه في حمام معين.
ما تلقاه في جميع الحمام. انت لما تقول لي هذا مثلا الان يجيك واحد يقول لي هاي بطيرة، قسما بالله ما في ريشة بطيرة، ضيع البطيرة كامل، فتح عيونه، سواه غير، سوى وقفته، سواه يابس، ما يفرش ذيله. الآن هذا بطيرة؟ هذا مو بطيرة، هذا أنت غيرت معالمه، أنت الآن غيرت معالمه على الأستاذ الحقيقي، لأن هذه الطيور صارت ديكور. فأنت لما تجي تضربها بطيور أخرى ابتعدت عن الديكور وابتعدت عن الأصول القديم، أنت قاعد تحول الطاقة السلبية اللي في الطير هذاك تحولها إلى إيجابية، لكن تحول الطاقة الإيجابية اللي في طيرك البريدر ماله يتحول إلى سلبية أكثر، لأن الطير يرجع للأصول. الأصول أقوى من النقول، طيور الأصول أقوى في دمها يعني فطرتها أقوى من النقول اللي فطرتها مركبة. الطير اللي مش مركب فطرته أقوى في البرود، والطير النقل المركب أقوى في الفطرة، في فطرة البند والتحمل. فلا يغرك طير قديم ونسل قديم، بالعكس أنت لازم تكون مثقف وتفهم. كل ما كان الطير قديم كان أسوأ، مش كان أجود. من فهمك أن بطير القديم كان أفضل. الآن أنت لو تشوف بطير المستحدث بتفهم أن هاي مش بطيرة أصلا، انقلب، بس هو يسميه بطيرة كذاب. يعني هو تعرفون أنت أهل الحمام هو تعامله يخشه زين، ومفاهيم صفر، ما يقدر حتى لو يتكلم معاك يبي يفهمك ما يقدر. وعنده تعاملات لكن ما عنده مفاهيم. هنا المشكلة بين الأستاذ والطالب والإنسان الهاوي، ما يفرق بين هذا أستاذ مفاهيم وتعاملات ولا بس تعاملات ويطير. فصاحب التعاملات ويطير حمامته أصلا مجهولة، ما تقدر تأخذها من عنده ولا تشتري، ولا يغرك فلان فاز وفلتان فاز. الحين انتوا انا كم مره اكرر عليكم كلام. الان عاشق حسين هذا مش استاذ كبير ومفهوم معروف، شنو حمامته؟ شنو حمامه المميز؟ ما عنده حمام مميز، ما عنده حمام مشكل واحد. بتقول لي كماندر ما يسوي شيء عندك، يا ناس اشتروه زين ما ينفع بقرش. طيور ما تنفع، لا تتزاوج تنفع، ولا ممكن يطلع منهم بالصدفة. ما في طيور ما بتطير بالصدفة، في طيور و2% 3%، لو نقول 20% ممكن يطلع صدفة. طيرة واحدة بتطير بتقول هاي كماندر وتغنيها. فالقياس في الحمام الباكستاني مو في التفرد، في الكم، في الكمية، كم نسبة لطيور الكور كماندر عند ناس اصلحت. هنا تقيس قياس جودة الطير. الطيور هذه صدفية، شكل ما فهمتكم. في طير يطير من جوز مثالي وفرخ ما يطير، انت ما تقدر تتحكم في الطيرة. حتى لو الطيرة بيفشلك بينزل من وقت ما عندك ثقة فيه. اما الطير المثالي اللي يروح بالاربع ساعات يبند فوق عندك ثقة فيه، تقدر تتعامل معاه بالمكملات بالتعاملات. شوف كيف تنتقل الحمام الجيد بهالطريقة. اما انك بس تكش وما تفهم ان هاي الطير صار ما يطير لانه في الجوز نفسه يرجع للاصول، لازم تفهم ان هذا التوريث اللي جابه للفرخ الاول انه ما يطير. ليش؟ لانه رجع للاصول. شوفه مكون من كم نسل، شوفه كم دم دخل فيه من الاصول. جاب الشيء ذي من الاصول طبعا، مش من النقول انت تتخلص من الاصول. شوف العلم، انت لما تبغي طير سليم لازم تتخلص من الاصول يا حبيبي، مو الاصول الجيد. الاصول نفعنا في النقول، الاصول الحمام الاصلي نفعنا لما نقلنا، لما جبنا من الاصلي من عند فلان وفلتان وعلان وجمعناهم وسوينا طير واحد بكاريزما. هالشكل نفعنا الحمام، حتى الاصول نفعنا. لكن انت ما يصير تتغنى باصول وانت مش فاهم شنو معناته اصول. انت لما تقول لي اصول كاستاذ اعتبرك غبي، اعتبرك انسان مش استاذ. انت لما تقول لي هاي من طيور قديمه
قديمة قديمة. يعني انت مو فاهم شيء، يعني انت مش فاهم شيء. الطيور القديمة في اصولها كانت اقل من نقولها. النقول هي الحمام المستحدث، الحمام اللي يهجم من عدة نسول، لها اصول على مسميات اساتذة وقفوا عند التكريس، واساتذة وقفوا عند التدوير. اللي عنده التدوير المثالي هو الاستاذ الحقيقي اللي يطلع الحمام الحقيقي. الاستاذ اللي عنده تكريس هو فقط للتكريس، لا تجمعه وتخلطه في حمامك وتخلي كل الحمام مخلوط. خله بالحاله وهذا الحمام خله الحاله، ومتى ما احتجت من هذا ركبه في هذا عشان تطير. اما ثباتك وقوتك لازم على ركيزه، على مدرسه، على طيور اساسيات موجوده مش مخلطه. الخلط هاي بيعجزك، لان جيل من جيل انت قاعد تخلط، انت ما قاعد تطلع ثبات. هذا يكبرون اللي عندك الحمام وينتهي ينقرض، خلاص الحمام الطيب يكبر ويروح. لكن انت لازم تسويك بريدر للثبات، بريدر للحمام الثابت الراسخ، اساس حمامك. انا ما يهمني انت شو تجيب، سلكوتي تجيب بطيره تجيب لاكه، هاي مش ممنوع عليك ولا حرام انك تركبه وتطير وتفوز. لكن انا ما ايدك ان ما عندك ثوابت في الحمام ومدرسه، ما عندك حمام ثوابت بمسمى، تلغي المسمى وتسوي نفسك استاذ وتخرب الحمام كله، وبعدين في الاسواق وتقول انا اطير ابو 5 ريال وانا اروح للسواق واشوف الحمامه الزينه واجيبها لاني استاذ. لا يا اخي، اللعبه مو هالشكل. اللعبه هذه فيها يعني من الضعف فيك، لانك ما قدرت تكون. ما دام انت استويت استاذ وكان عندك استاذ واستاذك عنده استاذ، المفروض انت من هذه الخبره انت تسوي حمامك، انت تطوره، يفتخر فيك استاذك انك قاعد تطور حمامه. هاي هو الفن في الحمام الباكستاني. اما انك انت بتروح السوق وتطير، شنو الغايه؟ اني انا فزت على فلان وفلتان، هاي كلها مسخره وكلها قمار ولعب فاضي. يعني انت تامل في الخير اللي عندك، هاي حلالك، تامل فيه، طلع جوده، طلع جوده، خلي استاذك يفتخر فيك، خلي المدرسه اللي انت فيها طورت حمام معين من نفس الحمام. اما ان انا بقعد اتهاوش معاك، انا بفوز عليك وانت تعطيني لما افوز عليك 30,000 وانا اعطيك 30,000، هاي الله لا يبارك فيها من لعبه. هذه تولد عندكم الحسد، تولد عندكم الكذب، النفاق. ما تشوفون ان اكثر الناس الان اللي عندهم حمام عندهم مشاكل، عندهم يبوقون حتى الكلام، يبوقه ويسوي نفسه انه استاذ وانه قايله. يا اخي انا استغرب من هالامور. انت يا اخي حتى مع نفسك مو بامين، بتكون امين في حمامه على مع الناس بتشرحها وبتقول لهم؟ لا يمكن يقول لك ولا يمكن يشرح لك، لان فاقد الشيء لا يعطيه ابدا. الانسان اللي فاقد المعلوميه والمفهوميه في الطيور لا يمكن يعطيك شيء. هو عنده خدمه، مثلا الحين واحد متفرق، لا عنده اهل يسالون عنه ولا بيت ولا عمل ولا انسان في المجتمع يعني مهم، قاعد ليله ونهاره في القفص، بس يهمه الطير يطير عشان يضرب فلان وينجز. ايش يسمونه هذا؟ هذا انسان استاذ ولا قاعد بس يطالع الطيور متى تنزل ومتى ترتفع؟ هاي ايش فايدته قاعد في الشمس اصلا؟ هو يبي يفوز على فلان وفلتان؟ هاي مو هوايه كامله. هو قاعد يتعامل فقط لا غير في الشمس، يجيب حمامه من هنا ومن هنا ويركب ويطير. هو يبي يفوز على فلان بس فقط لا غير. شو الحين الحمامه هاي اللي طارت انا شو استفيد منها؟ ولا انت ولا شنو هو مفهومه عن الحمامه هذه؟ تقول له بتعاملات، بيعطيك تعاملات، ترى انا سويت كذي، ركبت لها ماي، عوضتها، سويتها، وخذيت طريقه فلان وخذيت الاستاذ. ياخذ طريقه الاستاذ وينهي حمام الاستاذ. ينهي حمام استاذه، ينهي حمامه، بس يقعد يشكل من السوق ويقعد يطير. شنو الفائده؟ زين طيب اوكي فزت انت، شنو فائدتي انا منك؟
انا ما استفيد منك شيء، الفائده لك انت فايز اوكي، لكن حمامتك ما تفيدني انا كاستاذ اشوفها، والله ما تفيدني بريال. والله لو حمامتك تنزل في الليل 24 ساعه وما عندك غيرها انا ما اعترف فيك استاذ. انا ابغى اشوف نفس الحمامه، نفس الشكل، نفس اللون عندك، وعنده له اسم ومن استاذك وحمام استاذك وحمام المدرسه اللي انتميت فيها واللي استويت منها استاذ. اما بتقول لي انا اجيب من فلان وفلتان، شنو خسرت انت؟ سافرت رحت الامارات جبت لك حمام، سافرت باكستان جبت لك حمام، شو خسران انت؟ هاي الحمام انت مسويه وكله عليه اسم. طيب شو انت مسميه؟ شنو استاذيتك في الحمام الحين انت؟ تقص على العالم وتطير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.